هنعمل النهارده كحك العيد، هنعمله بطريقه زي المحلات واحلى كمان. تفضل الكحكايه محتفظه بنقشتها وحجمها بعد ما تدخل الفرن وتخرج، حتى مش هتعلى ولا هتفرش في الفرن. وهنعرف دلوقتي ازاي، هنعرف كمان ازاي تبقى اخده اللون الحلو ده ودايبه ومستويه، وريحتها وطعمها احلى من الجاهز كتير كتير جدا. كل ده هنعرفه دلوقتي. هنبدا اول حاجه بتجهيز الملبن، علشان احنا لما هنعمل الكحك مش هنبقى حابين ان احنا نسيبه يعني يخمر فتره طويله، هنبقى بنسيبه بس يرتاح. فهنجهز الاول الملبن. انا جبت نص كيلو ملبن، وعلى فكره مش هستخدمه كله لان انا هعمل الكحك جزء منه محشي وجزء منه ساده. هجيب الملبن، هحط عليه معلقه سمنه بلدي، وهدخله الميكروويف تقريبا 30 ثانيه بس كده، يعني يطرى عشان الجو برد. هعرف بس اعجنه بايدي، وبعد كده احط عليه معلقتين سمسم، وهفضل بقى يعني اعجنه كده لحد لما يتكون يعني عجينه تكون طريه اعرف اشكلها. بمجرد ما هفرده كده، هبتدي بقى اعمل كرات صغنطوطه خالص، لان انا هعمل الكحك يعني لحد ما حجمه صغير، فانا مش عايزه الملبن يخرج منه. هعمل كرات صغيره من الملبن. انا هجهزها وهسيبها على جنب لحد لما هجهز العجين. بالظبط كده. هو الملبن بيلزق، بس بمجرد ما هعمله كور كده ما عادش هيلزق، مش هيمسك في ايدي ولا حاجه، وهتتكون بسهوله خالص. انا كونت الكميه كلها، هسيبها على جنب. وبعد كده بقى هجيب الدقيق اللي انا استخدمته دقيق متعدد الاستخدامات، اللي هو الدقيق العادي خالص اللي احنا ممكن نعمل بيه اي حاجه. جبت الكوبايه المعياريه دي عشان انا هعمل 6 كوبايات دقيق. انا مش هقول لكم بالكيلو، وهخليكم تعملوا بالكوبايه اللي عندكم عادي. يعني اي كوبايه عندكم اللي هستخدم فيها الدقيق هستخدم قدها بالظبط سمنه. انا استخدمت 6 كوبايات دقيق بالظبط، هعمل معاهم كوبايتين سمنه. يعني هاخد لهم كوبايتين سمنه، والسمنه والدقيق لازم يكونوا يعني نوعهم كويس خالص. الدقيق طبعا احنا قلنا هو متعدد الاستخدامات، هيكون بس يكون من مكان كويس، واحنا ضامنين ان هو الدقيق نفسه نوع كويس. والسمنه طبعا تكون سمنه بلدي، ودي اهم حاجه. بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق ديت هعاير بيها السمنه، علشان يعني تبقى المقادير مظبوطه. لو انتوا عندكم كوبايه تانية، كوبايه شاي، مج، اي حاجه، هتاخدوا 6 كوبايات دقيق، وبنفس الكوبايه هتاخدوا كوبايتين سمنه. انا هاخد كوبايه منهم هحطها في طاسه او في حاجه واسخنها على النار. مش هسخنها، انا هقدحها. بس الكوبايه التانية هسيبها زي ما هي كده عشان الكحك ما يبقاش تقيل، وفي نفس الوقت يكون ان الكحك لما بيتقدح له السمنه بيبقى طعمه احلى كتير. بس عشان ما يكونش تقيل مش هنسخن الكميه كلها، هسخن بس كوبايه وهسيب كوبايه كده على جنب. هاخد بقى الكوبايه دي احطها على النار تسخن، وبعد كده بقى هحط اللي هي المكونات الجافه على الدقيق. حطيت 3 معالق لبن بودر، وحطيت عليهم تقريبا 3 معالق سمسم مليانين. تقدروا تزودوا او تقللوا عادي، يعني انا حطيت 3 معالق لبن بودر و3 معالق سمسم. وبعد كده هحط بقى معلقه بيكنج باودر كبيره. يعني انا جبت الكيس اخدت منه بس معلقه واحده بس. وبعد كده بقى هقلب المكونات الجافه ديت مع بعض، يعني تندمج بس كده مع بعض شويه. وبعد كده هجيب رشه ملح احطها على الدقيق، يعني رشه صغيره خالص كده، يعني حاجه بسيطه خالص. بعد كده بقى هقلبهم، وهعمل حفره في النص زي ما بنيجي نعمل القرص او القاقيش او الحاجات دي، بنبقى نعمل حفره في النص كده عشان ننزل بالسمنه فيه. هنحاول نحفر كده حفره في النص، وهجيب السمنه وهي سخنه ومقدوحه وهي بتغلي قوي كده، هروح احطها في النص. وبعد كده هنزل بسرعه على السمنه البارده عليها عشان كمان هي تسيح، ويبقى بقى بس العجين ساحل بنفس الشكل ده كده. هقلب بقى بالراحه خالص بالمعلقه شويه، وبعدين بقى هبتدي اجهز الخليط بتاع الخميره. على ما هكون انا بسيت الدقيق هتكون الخميره اتخمرت عشان اتاكد انها كويسه، عشان ما نضحيش بقى بالسمنه والدقيق. هسيب كده المعلقه على جنب، وبعد كده هجيب للست كوبايات دول تلت كوبايه ميه. المعيار ده تلت كوبايه ميه. هحط عليه معلقتين سكر ومعلقه خميره. هي طبعا ال6 كوبايات ديت اقل من الكيلو، حبه صغيرين. الكيلو بيكون من 6.5 ل7، فخلينا اضمن، خلينا في ان احنا نعملها بالكوبايات اضمن من الكيلو عشان تبقى المقادير مظبوطه. هقلب الخليط بتاع الخميره كويس جدا لحد ما هيدوب، بعدين هسيبه على جنب، وهبتدي بقى الخطوه بتاعت بس العجين. الكحك بيحتاج ان انا اقلب الدقيق كده كويس لحد ما يختفي خالص. وبمجرد ما الدقيق يختفي مع السمنه، هبتدي بقى اعجن الدقيق في هعجن السمنه في كل حته في الدقيق. انا عايزه اللي هي البس، يعني اللي هو هفضل اعجن بايدي كده وافرك بايدي كويس خالص لحد لما احس ان السمنه يعني دخلت في كل قطع الدقيق. وده اللي بيخلي الكحك يكون حلو جدا، ان انا هفضل ابسته كده كتير بنفس الشكل ده كده. يعني هقعد ابسط تقريبا 10 دقايق او اكتر على قد ما هنقدر، لحد ما هنحس ان ما عادش في دقيق موجود خالص، ان كل جزيئات الدقيق بقت مليانه كلها سمنه، ويعني وكلها العجينه كمان بقت طريه خالص. يعني انا عايزه اخد حته من العجينه الاقيها طريه جدا بنفس الشكل ده كده. لو حسينا انها مش طريه بالشكل ده، ممكن ازود معلقه او معلقتين سمنه والف العجين تاني.
بعد كده لما بسيته كويس هحطه على الخليط بتاع الخميره، وهبتدي بقى اعجن يا دوب بس لحد لما الميه تختفي. هي طبعا هنحس ان العجينه شويه نشفت، بس هي كده كويسه طالما كانت من قبل ما نحط الميه طريه بالشكل ده، هيبقى الكحك طري ما تقلقوش. هو بس هنحس ان هي العجينه نشفت شويه بعد الميه بالظبط كده. هاجي بقى اكورها الاقيها مظبوطه وحلوه، خلاص كده تمام. هحطها بقى عليها وهحط بس يعني هسيب بس الكحك يرتاح تقريبا. انا عايزه اقول لكم ان هي اقل من 10 دقائق. هجهز بس الصواني. انا بحب اسوي في السجان ديت، بس بفرشها الاول ورق زبده. هقص على قد الصينيه يعني حته ورق زبده كده، واحط تحتها زيت علشان تمسك في الصينيه. وهعمل التانية برضو كده. وبعد كده بقى هجيب الكحكه على طول، هي كل حاجه جاهزه. الملبن جاهز وكل حاجه جاهزه. انتوا بقى تقدروا يعني تعملوا الكحك بالنقشه اللي انتوا عايزينها، سواء يعني باي شكل من الحاجات ديت، او بالمنقاش اللي احنا كان عندنا زمان، بس هو مش عندي بصراحه يعني. ده كده بنعمل الكحكه زي كور، وبعد كده بنطبعها وبنطلعها من فوق، بتقوم هي يعني بننزلها كده من فوق لتحت، بتقوم هي الكحكايه نفسها نازله. في منه اشكال كتير، وفي طبعات كتير، وفي ممكن يعني اي حاجه ممكن عندنا من البيت ممكن حتى نعملها بشوكه عادي. المتاح عندكم اللي سهل عليكم تقدروا تعملوه. انا عملت الاول كام واحده كده ساده. الكحكات الساده ديت يعني حجمها صغير قوي، يعني صغيره عن العادي. يعني اللي بملبن بقى هي اللي خليت حجمها اكبر شويه عشان تبقى ظاهره يعني دي او مختلفه دي عن دي. وانتوا تقدروا تعملوا كمان الحجم اللي انتوا عايزينه، لو انتوا حابينه اكبر من كده تقدروا تعملوه، او اصغر زي ما انتوا عايزين، هو مش بيفرق خالص الحجم في حاجه. بعد كده بقى ده اللي انا يعني هحشيه ملبن. جبت واحده وكورتها كده وخرمتها بصبعي من النص، وحطيت الحشوه فيها وقفلتها. وضروري جدا اتاكد ان انا بعد ما قفلتها وكورتها كده الحشوه مش خارجه منها من اي شكل من اي جنب من الجوانب، عشان هي لو خرجت هتنشف وهتبقى مش حلوه. انا هعمل لكم واحده تانية لان تقريبا دي ما ظهرتش شويه في التصوير. هاخد كوره برضو بس اكبر شويه، صغيرين من الساده اللي انا كنت عاملاها. هكورها كده وبعدين اخرمها من النص عشان اعرف احط الحشوه بتاعه الملبن في النص. وهدخل بقى الحشوه وبعدين هلم الجوانب كلها عليها، بس اتاكد ان مفيش ولا جزء خالص خارج منه ملبن، عشان هو الجزء اللي هيخرج ده هيتحرق وهينشف، وطبعا الكحكايه في الاخر هيبقى شكلها مش حلو. برضو هعملها الكوره ديت وهفردها جوه الطباعه، وبعدين هسقطها كده من فوق تروح طابعه الشكل عليها. وطالما هو الكحك مظبوط وطالع مظبوط، لما هيدخل الفرن وهيخرج مش هيكبر ولا هيتنفش ولا الطبعه بتاعته هتروح ولا اي حاجه خالص. انا عملت الكميه كلها. هدخلها الفرن على درجه حراره 200. هتقعد تقريبا 10 دقائق ربع ساعه لحد لما تحمر من تحت. لو ما احمرتش من فوق هروح مولعه الشوايه عليها لحظات وانا واقفه، وهيخرج على طول. مش قادره اوصف لكم اصلا يعني ريحته وطعمه. شكله حلو جدا جدا، دايب قوي قوي. يعني انا سبته كتير يبرد علشان اعرف امسكه. حاسه ان انا لو همسكه وهو سخن هيتكسر من كتر ما هو دايب. طعمه حلو جدا جدا عشان السمنه بلدي وحلوه. تقدروا تاكلوه كده او تحطوه عليه سكر. مهما قعدتوه عندكم هيفضل محفوظ وهيفضل كويس مهما قعد فتره طويله. وبعد كده لما ما نحطش عليه السكر غير لما يبرد خالص، عشان لو حطيناه وهو سخن هيشربه وهيبقى شكله مش حلو. جربوه وقولوا رايكم فيه.